الشيخ محمد حسن فضل الله، محمد حسين فضل الله، ما هو رأيك في حديثه ومرجعيته حينما يعني يقول أو ينفي أو ينكر عليك وعلى غيرك سب الصحابة والتعرض لهم وإثارة الفتنة ما بين السنة والشيعة في هذا الوقت بالذات، وأيضا يعتد بأقوال من الإمام علي عليه السلام عندما كان في طريقه إلى الصفين وسمع قوما من أهل العراق يسبون أهل الشام، قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو وصفتم أفعالهم وذكرتم حالهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا واهدهم. فأنت تجاوزت الأمر وتجاوزت حتى على الإمام علي، هذا اتهام موجود، وفضل الله في لبنان وله مرجعية كبيرة حتى في الخليج العربي، فهذا واحد من العلماء الذين أنكرت عليهم قولهم وعددتهم أنهم ليسوا بعلماء. إني لما قلت أنه ليسوا بعلماء فإني أعني الكلمة. محمد حسين فضل الله في عرفنا وفي عرف الحوزات العلمية ليس من علماء الشيعة. علماء منهم؟ يعتبر من علماء الفرقة البترية التي خلطت هذا اصطلاح عندنا. نعم. البتريون هم الذين يخلطون بين ولاية آل محمد عليهم السلام وولاية أعدائهم، وفضل الله علنا يترحم على أبي بكر وعمر، وهذا مناقض لأساس العقيدة الشيعية. العقيدة الشيعية لا تقبل بأي نوع من أنواع المصالحة مع أبي بكر وعمر، لأنه يعتبر هذان الاثنان ظالمين لأهل البيت عليهم السلام.